السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كلمات. حلقة النهاردة عن الكاتب والروائي المصري نجيب محفوظ، والذي يعد من أهم الأدباء العرب خلال القرن العشرين. ولد نجيب محفوظ بحي الجمالية في القاهرة سنة 1911 لعائلة من الطبقة المتوسطة. شهد نجيب محفوظ ثورة 19 وكان عمره 7 سنوات، والتي تركت بداخله أثر كبير ظهر في تناوله للثورة في ثلاثية القاهرة المكونة من روايات بين القصرين، قصر الشوق والسكرية. التحق بالكتاب وتعلم القراءة والكتابة، ثم درس في التعليم العام وحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة فؤاد الأول الثانوية، ثم التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1930 وحصل على ليسانس الفلسفة سنة 1934، وعمل بعدها موظف في وزارة الأوقاف. احترف الكتابة والتأليف، فكتب أكثر من 30 رواية اشتهر أغلبها وتم إنتاجها في السينما والتلفزيون. أول رواياته كانت باسم عبث الأقدار، ثم رادو بيس، ومن أشهر رواياته ثلاثية القاهرة التي تضم 3 روايات بين القصرين، قصر الشوق والسكرية. خلال حياته استطاع أن يحظى بشهرة دولية وأن ينال العديد من الجوائز المستحقة. من روايات نجيب محفوظ أيضا ثرثرة فوق النيل، أولاد حارتنا، الكرنك، بداية ونهاية، اللص والكلاب، الحرافيش. ولم يكن نجيب محفوظ يعمل ككاتب روائي فقط، بل كان يكتب أيضا المقالات الصحفية في الجرائد المصرية. كان نجيب محفوظ أول أديب عربي ينال جائزة نوبل في الأدب سنة 1988. أما آخر رواياته فكانت بعنوان قشتمر، كما كتب أكثر من 20 قصة قصيرة آخرها باسم أحلام فترة النقاهة سنة 2004. توفي نجيب محفوظ في 30 أغسطس سنة 2006 بحي العجوزة بالجيزة عن عمر ناهز 94 عام بعد صراع مع مشاكل صحية في الرئة والكلى. رحم الله نجيب محفوظ. والآن تابعوا معنا مختارات من أقواله.